بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة وأحسن الأحوال. فيديوهاتنا تكون بسيطة وخفيفة على قلوبكم وتكونوا بتستفادوا منها. النهاردة بقى معانا كذا وصفة للنحافة، الناس اللي حجمها طبعا رفيع وعايزة تتخن أو عايزة تسمن. معانا كذا وصفة كده، ووصفة طبيعية تفتح النفس وتخليكي تاكلي وتخليكي تزيدي في الوزن بطريقة فظيعة جدا جدا جدا. ان شاء الله تزيدي في الوزن بطريقة كبيرة لو مشيتي بس على الوصفات اللي انا هقولها لك. دي وصفات طبعا متجربة وسهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة خالص خالص خالص. هتصحي الصبح كده على الريق، معلقتين عسل اسود مع معلقتين سمسم او طحينة، معلقتين كبار من ده معلقتين كبار من ده. بصي المعلقتين عايزة تحطي العسل الأسود على الطحينة وتاخدي المعلقتين كده مع بعض ماشي. ما بتحبيش الطحينة وعايزة تاخديهم كمعلقتين سمسم ماشي. اشمعنى سمسم أو طحينة؟ أولا العسل الأسود كمان بيمنع الأنيميا وبيفتح النفس على الأكل. بالنسبة للطحينة، الطحينة معمولة بزيت السمسم. مش عايزة تاخدي طحينة خدي سمسم بدل ايه، بدل الطحينة. لان طبعا زيت السمسم دهوت اصلا من احسن الانواع اللي بتفتح الشهية وبتفتح النفس على الاكل، تخليكي ان انتي نفسك تفتح ان انتي تاكلي اي حاجة قدامك. طبعا بعد كده اي حاجة تقابلك بقى كليها، مش هوصيك. هي اصلا الوصفة دي هتفتح نفسك ان انتي تاكلي طول اليوم وهتاكلي بكميات كبيرة. ان شاء الله الوصفة دي متجربة هتعجبك جدا، وهتزيدي فيها على الأقل إن شاء الله يعني من 12 ل15 كيلو في الشهر. وصفة تانية بقى ممكن تعمليها بالليل. كوباية لبن دافي، كوباية لبن دافي، معلقة خميرة فورية كبيرة أو خميرة بيرة، الموجود عندك ما تفرقش. الخميرة البيرة في الطعم بتبقى أحلى من الخميرة الفورية. ومعلقة سكر كبيرة. هتدوبي الخليط ده كله مع بعضه، بس اللبن يكون كامل الدسم. وهتسيبيها لما الخميرة تبدأ تعمل فقاقيع كده على الوش وتشربيها بالليل. عايزة اقولك ان انت هتقومي الصبح لو خروف قدامك هتاكليه، نفسك هتتفتح على الاكل بطريقة فظيعة جدا، واي لقمة هتاكليها ان شاء الله جسمك هيملى وهيسمن بسرعة جدا. بس اللبن يكون كامل الدسم مع معلقة خميرة كبيرة أو خميرة بيرة ومعلقة سكر، وتدوبيهم مع بعض وتستني لما تعمل فقاقيع على الوش وبعدين تشربيها. بصي عايزة أقولك إن هي في الأول بس ممكن معدتك ما تبقاش جاية عليها، أو ما تكونيش حباها، لأن في ناس مش من السهل إن هي تشرب الوصفات ديت. بس صدقيني هي طعمها مش وحش، طعمها حلو بالذات لو حطيتي خميرة بيرة مش خميرة فورية. بعد كده انت اللي هتاخديها هتبقي فرحانة بيها جدا. معانا كمان وصفة تالتة. الوصفة التالتة هي كوباية لبن كامل الدسم، 2 معلقة كبيرة لبن بودر، 2 معلقة عسل نحل، مع معلقتين حلاوة طحينية. ايه العك كده؟ احنا هنعمل الوصفة دي كده كلها على بعضها. ما عدا حاجة واحدة هقولك تعمليها ازاي. كوباية لبن دافي كامل الدسم. دافي ليه؟ علشان آه، الخليط ده والحاجات دي تدوب فيه بسهولة. معلقتين لبن بودرة، لبن بودرة طبعا جميل جدا ومغذي جدا جدا جدا. ومعلقتين عسل نحل، عسل النحل بيفتح النفس جدا على الأكل، بيفتح النفس جدا 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 على الأكل. وبتدوبيهم مع بعض وبتستني شوية يعني دقيقتين كده، يعني تدوبيهم كده مع بعض واركنيهم بس دقيقتين. وبعدين كلي عبل الدقيقتين دولت اللي هتستني فيهم. هتاكلي معلقتين حلاوة طحينية، هتاكلي معلقتين حلاوة طحينية، انت مش هتضيفيهم على الخليط ده، هتاكليهم وبعد كده هتشربي وراهم الخليط ده. وهتدعيلي ان شاء الله. الوصفات ديت بتزود من 12 كيلو ل 15 كيلو في الشهر، متجربة وسهلة وسريعة وبسيطة ومش مكلفة، وكلها بمكونات موجودة عندك في البيت وموجودة في كل بيت. مش هتكلفك اي حاجة ولا ادوية غالية ولا معرفش ايه. وهتديك ان شاء الله ان شاء الله الوزن اللي انت عايزاه واكتر بإذن الله. وكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد من قناة يوميات وممالك. أسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.